حبايب أمولة صباح الورد، ولا نقول مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوفوا الفيديو فيه. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هتعملي ايه النهارده يا أمولة؟ طبعا ده شاور على فكرة، ده شاور. هعمل ايه طبعا النهارده؟ حطوا لايك للفيديو كده فرحوني بيه. طبعا ده لبس خروج يا جماعة، ده لبس خروج ما ينفعش ان انا ايه احطه في الغسالة، فبالتالي انا بغسله على ايدي ايه بشاور. وتحتيه مخده سوفت برضو ايه هغسلها بالفرشه وكده. اهي الفرشه اهي طلعتها. بصوا هنقعهم طبعا كلهم ايه وهغسلهم حته حته، وجايبه الجردل اهو. طبعا بخاف احطهم في الغساله يا جماعه، ده لبس خروج عشان بس ايه ما يبص يعني. هو نضيف على فكره يعني ايه، هو مرشه بس همرشه كده بس ايه على ايدي. هو بس ايه تراب عشان بس اشيلهم نضاف وكده، لان ايه بينفعوني بصراحه لما اجي اروح مثلا معرض، اروح مثلا مشوار، بصراحه بينفعوني. بصوا زي ما انا قلت لكم هو ما فيهمش حاجه. طبعا بحاول يا جماعه، بحاول كده بقدر الامكان. بص انا مش هعصرها قوي يعني بحاول كده ايه بقدر الامكان يا جماعه ان انا يعني ابدا ارجع القناه زي ما كانت، لان بصراحه القناه وقعت وقعه ما كنتش متخيلاها. نزل الفيديو مثلا، الفيديو يقعد ساعتين 3 4 10 20 ساعه يوم بحاله، ما يجيبش تقريبا 20 مشاهده 30 مشاهده. بعد ما كنت يعني عايزه اقول لكم من اول دقيقه انزل الفيديو فيه، في الاول كنت من اول دقيقه الفيديو يجيب 5 مشاهدات 10 مشاهدات من اول دقيقه عايزه اقول لكم. فمش عارفه بصراحه اليوتيوب لما لقاني غبت عن القناه ما بقاش ينشر الفيديوهات، ده اللي عرفته اول ما غبت عن القناه وكده، واليوتيوب عرف ان انا بغيب يعني كتير وكده، فبالتالي ما بقاش يقترح الفيديوهات او ما بقاش ينشر الفيديوهات على عشان بس الناس تشوفها وكده. لا مش عامل لها اللي هي ميزه النشر، او انتوا فاهمين قصدي انا عايزه اقول ايه طبعا. فالحمد لله يا جماعه عايزه اقول لكم اهو تقريبا كده رجعت للصفر تاني، رجعت للصفر، بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اكيد طبعا بفضل ربنا، ثم وقفتكم جنبي القناه هترجع تاني، ترجع تشتغل تاني يعني وكده. بصوا حبايبي هو ما فيهوش حاجه، ما فيهمش حاجه يعني، وانا كمان لما باجي اعصرهم بعصرهم بشوش خالص. ومطلعه طبعا ايه كيس الاريال وكده للمخده. وعندي طبعا ايه شويه مواعين اهو زي ما انتم شايفين. وانا تحت طبعا ايه خلصت، كان عندي طبعا شغل ملايات طبقته. انتوا عارفين طبعا ان انا بنزل معارض وكده، وكان في طبعا شغل ملايات متخيط يعني ومخلصينه. نظفته طبعا من الفتل وطبقته وكيسته، ومسكت طبعا الشقه تحت كنستها وخليتها زي الفل. وعملت ايه تاني وروقت الدنيا يعني تحت ما عنديش اي حاجه. جيت وانا طالعه بقى طلعت الغيارين مع المخده مع المواعين، وقلت ايه اعيش حياتي بقى ايه على السطح.
احط طبعا شويه اريال بقى عشان ايه المخده اغسلها كويس. عايزه اقول لكم عشان المخده سوفت هتاخد ميه كتير وتشرب الميه، فبالتالي ايه بحط لها ميه. بصوا الفرق من بصوا دي من دي، شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ بصوا بتنضف على فكره، بتبقى زي الفل اهي. عايزه اقول لكم الشمس حاميه على فكره، مش حلوه، لا حاميه، حاسه يعني بحر كده، ولسه الشويه دول وربنا ايه يعين النهارده. حطوا لايك كده للفيديو يا جماعه لو وصلتوا معايا لحد هنا. عايزه اقول لكم بتنضف بتبقى زي الفل، هوريها لكم دلوقتي. حبايبي انا خلصت اهو، وصبنت طبعا المواعين وخليت مسي وخدها تحت نزلها. طبعا دي فوطه نظيفه انا جايباها من تحت هنشر عليها، وشطفتهم.
بصوا طبعا اللي وصل مع عموله لحد هنا اللايك حبايبي. زي ما انا قلت لكم انا ما عصرتهمش قوي، والفوطه مش هتكفي على فكره. تعالي بصوا المخده بقى عامله ازاي نضفت اهي. عايزه اقول لكم انا بقى اللي غرقت اهو. بس كده حبايبي، بس كده يا جماعه. يلا طبعا هنهي معاكم الفيديو، وما تنسونيش طبعا في اللايك واتمنى طبعا القناه ترجع زي ما كانت في الاول، اتمنى، اديني بحاول اهو. يلا حبايبي اشوفكم طبعا على خير في فيديو جديد وروتين جديد، وباي باي.